السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال والأحوال؟ بخير، منين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. نتمنى تكونوا كتمتعوا بسلامة الجسد وهدوء الروح، بالأخص في هذا الشهر رمضان، الشهر المبارك الفضيل. نعم سيدي على الجميع المسلمين، شهر العبادة والتقرب من الله عز وجل. الله يدوم علينا وعليكم بالخير وبالنعيم، والله يكثر هذه التمنيات ويقارب. الموضوع ديالي هو الحدثان البارزان المهمان دائما اللي كينتجوا على الدولة الهكاوية، الدولة المسرطنة والمسرطنة، ومن طرف شخصهم ذاك الشخص تبارك الله السلالة ديال عروج، دائما كيخرج في ذاك الندوات الصحفية عاشق نعم سيدي الصحفيين. علاش؟ لأن ربما أن التعليم صافي تهالك، ما بقاش كيوصل ذاك الميساج ديال الحقد، وما بقاش عاوتاني ذاك العسكر كيشحن ربما بداك الشكل اللي هو مطلوب، وما بقاش حتى الاعلام كيدير الدور ديالو. اذا جاء الراس ديال الهرم باش يزيد عاد يشحن الشعب الجزائري المسرطن المسكين، وينتج لنا شعب مسرطن دائما بحجه المؤامره وبان الحقد وبان ما نعانيه بسبب المغاربه وما الى ذلك. على اي، انا دائما كنشبه الاثنان، المغرب والجزائر. المغرب كالنعامه تمشي متبختره في مشيتها، اما الجزائر الواقع يتحدث عن ذلك. والله لمشيتها بحال ديال الورل الذي يقتات من هنا ومن هناك من فتات النعامه. على اي، ما غاديش نهضر في هذا الفيديو على ذاك الخرجه ديال الشعب المسرطن والمسرطن، اللي هي داك الهتافات راكم عرفتوها وهضروا عليها الناس بالشكل الكافي. ماما فرنسا اننا نحبك، اما المراكا فلا يحبونك. هذا هو الميساج اللي بغاو يوصلوه، هادشي اللي بغات توصل الدوله المسرطنه. عنده ارتباط هذه المساله بالموضوع اللي غادي نهضر عليه، ركزوا معايا الله يرضي عليكم حتى للاخر. ما غاديش نهضروا ايضا حتى على ديك الاحتفاليه ديال الناس الاسياد ديال الدوله المسرطنه باستقدام سياره قزم من لا جينيراسيون القديمه ديال فياط، احتفاليه بالاستيراد. عمرني شفت انا شي دوله عوض ما انها تحتفل بالانتاج والابداع تحتفل بالاستيراد، يعني انهم كيخدموا الشركات الايطاليه نعم سيدي فياط في كسب السوق الجزائريه. ايوا شنو غادي ديروا؟ غادي ديروا الوساطه ما بين افريقيا والطليان، غادي تبقاو تجيبوا من الطليان وتصدروا لافريقيا. ايوا ما بقاتش شي حاجه، عم يسبوا داك الهضره بان الدوله الهكاويه كيف وصينا قلتي بان كينفخوا الرويض، ينفخوا الرويض وكيفتخروا بانهم كيصنعوا السيارات. لا حنيني، واش ما كتشوفش؟ واش مغياب؟ ما كتشوفش التقارير اللي كتتحدث عن الاقتصاد بان المغرب ولا رائد في صناعه السيارات وحتى في الطائرات. الاجزاء ديال الطائرات، ديال العديد من الطائرات لا الفرنسيه ولا ديال الولايات المتحده الامريكيه. واش ما كتشوفش التقارير؟ واش مغيب على الداخل وعلى الخارج؟ وهادشي كيتجلى في الندوات الصحفيه ديالك. لا تفقه شيئا لا فيما يجري في الداخل ديال الجزائر ولا في الخارج، واصبحت اضحوك عالميه بهذه الندوات الصحفيه. وخليك مع الصحافه ديال الجزائر، واش داك شي جزيره؟ خلي مع الصحافه ديالكم، بعدا عيبكم ما عرف واحد. اما الجزيره راه داعت داكشي وراه نشراتو وقالت العامه ديال النقاط اللي ناقشتيهم والاكاذيب والديبرمانيات والسلوكيات كلهم على اي رائد في صناعه الكذب ولا يستحي، ولكن ربما الايام ديالو معدوده. علاش؟ لان العمامره قادمون او شخص اخر. على اي انا ارجح كفه العمامره. غادي نهضروا على ذاك الاستيراد. المغرب نعم سيدي راه على حسب التقارير اللي مديوره واللي كتخص هذا المجال الاقتصادي راه يزاحم الهند ويزاحم ايطاليا اللي جبتي من عند هذاك فياط القزم. الناس دابا كتمشي لدوك السيارات المجهده والكهربائيه، ما كتمشيش لداك الطوموبيلات اللي كتستخدم مع في التنقلات يعني المحليه داخل المدينه. على اي، هذا شيء لن اتحدث عنه، وانما غادي نتحدث على ذاك النقاط اللي ناقشها نعم سيدي مع الجزيره وهضر عليها، وكان المقصود منها هو تمرير خطاب لمن بالاساس للمغرب. كل هذاك النقاط اللي دارها هنا وهناك باستعجال الصين وروسيا وكذا وكذا، ولكن المقصود اساسا هو المغرب. انا شنو كان يبان لي؟ بان الشعب المسرطن ولا حتى رئيسه الذي ينشر السرطان بان يتألمون في صمت. والله لا راهم في حسرة، والله لا يعانون، ولا السبب المعاناة ديالهم كيقولوها بالفعل، ماشي داكشي اللي كيروجوا ليه الحرائق والجراد لا لا لا، وانما كاين معاناة نفسية سببها
هو الحصار الدبلوماسي والانجازات الاقتصاديه اللي كيديرها المغرب. يعانون بمعنى الكلمه، وهذا الشيء غادي تلاحظوه من هاد النقاط اللي غادي نتطرق لهم، واللي تطرق لهم الحاج عمي تبون صانع الاكذوبات، اكذوبات زماننا. النقطه الاولى فيما يتعلق بفرنسا، قال لك اسيدي السفير كما جاء على لسان لو فيغارو السفير الجزائري غادي يرجع لفرنسا. اذا راه مهدد ليها الشعب المسرطين اللي نطق باسم المخابرات الجزائريه بان فرنسا نحن نحبك اما المراكا فلا يحبونك. شنو هو الرساله اللي كيمرر هنا؟ بان فرنسا عليها ان تقف الى جنب الجزائر بخصوص المخطط ديالها، تفتيت، تفكيك، تقسيم الوحده الترابيه ديالنا. وهذا الشيء راه الحوار كله كيدور على هذه النقاط. اذا ففرنسا يبايعونها، راه المقاطعه الاقليم 62 فالجزائر تنطق وفرنسا تامر الجزائر بان تنطق بنفس الكلام، مخططات جهنميه. اذا فالجزائر تتودد فرنسا كي تضغط على المغرب. المغرب راه قاطع العلاقات ديالو مع فرنسا ومصر على قطع العلاقات باش فرنسا ترجع للصواب، الرشد ديالها ترجع للصواب. نعم سيدي. وتعرف بان المنطق الاستعماري اللي مازال كتشتغلوا مع الجزائر بالنسبه للمغرب ما يمكنش يطبق عليه، كاين منطق ديال رابح. ثم كاين نقطه راه دخلها حتى مع اسبانيا. اسبانيا قال لك باننا ما احترمتش اسبانيا حسن الجوار. شنو هذا حسن الجوار؟ هو ان كانوا داروا معهم معاهدات مع جزيره ليلى. المشكل ديال جزيره ليلى فاش وقعت اسبانيا في المشكل مع المغرب، وهو نرفضه جمله وتفصيلا. اهل الاستعمار ديال الجزر ولا ديال المدينتين المحتلتين سبته ومليليا، المغاربه كلهم كيرفضوا هذه المساله. ولكن الجزائر اشتغلت في الخفاء في الكواليس بحال الكرو، كتعيش في الخوار، كتمشي على كرشها بحال الحج. دارت علاقات مع اسبانيا على حساب المغرب من اجل ابتزاز المغرب، حسن الجوار قال لك. ثم الاكذوبه الاخرى قال لك بان بيدرو سانشيز تفرد وانفرد بالقرار ديالو، يعني انه تبنى الموقف ديال المغرب ديال الحكم الذاتي. يعتقد بان ما ينطبق على اسبانيا، ما ينطبق ما تقوم به الجزائر ينطبق حتى على اسبانيا، بان اسبانيا راه دوله ديمقراطيه. الحاج ميتبول بركه من الكذوب. بيدرو سانشيز يتخذ القرار بمفرده دون العوده الى الحكومه، دون العوده الى البرلمان، دون العوده حتى الى الملك. الله 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 الله، كذوب. داكشي ربما كيديروا العسكر ديالكم، كديروا انت، كيديروه الموالون للعسكر ديالكم، الدوله المسرطنه. اما هذه المسائل ما كتنطبقش على اسبانيا. الموقف ديالها موقف سيادي بحال الولايات المتحده الامريكيه. فلا تنتظروا التراجع في القرار ديال اسبانيا. علاش؟ لان اذا كنقولوا حسن الجوار فالمغرب جغرافيا اقرب الى اسبانيا من الجزائر. اذا فلا تنتظروا تراجعا في موقفها الى ابد الابدين. ثم ان المغرب باش توعى السي الحاج عمي تبون بان المغرب موجود في صحرائه ولم يتبقى الا بعض الامطار، شي شبورات، هما اللي بقاو سيسترجعوا من المغرب ان شاء الله صحبه الصحراء الشرقيه كشعار رافعينه المغاربه في وسائل التواصل الاجتماعي. ونتمنى انا شخصيا بان الدوله المغربيه تمشي في هذا الملف. علاش؟ لان فرنسا راحنا عارفين بان قطعت اراضي واعطاتهم الجزائر وجعلت منها جغرافيه كبيره، ولات كتبتزنا بهذه المسائل هذه، بهذه الجغرافيه الكبيره اللي كتقول لك نحن اعظم دوله، القوه الضاربه. القوه الضاربه في الجغرافيا يمكن، ولكن فيما يتعلق بالعقليه لا، النيفو راه طايح عزيزي، بزاف النيفو طايح. وبان المغرب راه هرب عشرات السنين عليكم، عودوا الى رشدكم. وهنا راه جبدها ايضا حتى في ذاك الحوار، ذاك الجزيره. راكم عارفين الجزيره علاش؟ الجزيره لان قطر تستغل الجزيره من اجل الضغط على بعض الانظمه. ثم ان الجزيره قلت ديال قطر، وقطر راكم عارفين ايضا شكون اللي كتدعم ومع من متحالفه، هي ايران وكذا وكذا، حماس. على اي كاين وجهان لعمله واحده، ماشي غير مع فرنسا حتى مع قطر. باش نكونوا واضحين، قال لك فرانكو كان غادي يعطيها البنبله الصحراء المغربيه، النيه الخبيثه. اذا فين تقرير المصير؟ فين الشعب الصحراوي؟ نناضل من اجله، كذوب في كذوب. اذا فما يهمكم هو امركم، يعني ان عندكم تتحصرون، عندكم واحد طمع، عندكم واحد طموح من اجل ايجاد منفذ الى المحيط الاطلسي، تتحصرون على الوضعيه. فرانكو قال لك كان غادي يعطيها البنبله في 1964. الله الله الله، يا الاكذوبه وهي الدوفيرمانيه وهي السلوقيه. تبدعون الكذب يا اخي، والله لا تبدعون الكذب، ولا تستحق ان تكون رئيس دوله. والله أتحسر وأسفه للشعب الجزائري الذي أصبح شعبا مسرطنا ومسرطنا. يعني أنكم أنتم تقتاتون على ما خلفه الاستعمار.
أن يقتطع أيضا أرضا من المغرب ويعطيها لكم أنتم. أشكون أنتم بالسلامة اللي في خارج حتى ما عرف فين، وتعتزون بالإنجازات ديالكم على بقايا الاستعمار. فرنسا عطاتكم الصحراء الشرقية، وأيضا دابا الصحراء المغربية خاص يعطيها لكم فرانكو. تحلمون بالفعل إنكم تمثلون دولة مسلطنة في شمال إفريقيا. ضيعتوا علينا سنين وسنين من الوحدة ومن التقدم ومن الرفاهية بالعقلية ديالكم القديمة الناصرية والقومجة والاتحاد السوفيتي وما إلى ذلك. والله لن نسامحكم أبدا إلى يوم الدين على هذا الشيء اللي سببتوا فيه التفكك، ومصرون على التفكك دون حياء. قال لك بأن العلاقات مع المغرب هي علاقات لا عودة، ما غاديش نرجعوا. ومن قال لك بأن المغرب يريد العودة؟ المغرب راه معروف بالحضارة ديالو، بالتاريخ ديالو، بالهوية ديالو، بالأخلاق ديالو. نعم كيآمن بحسن الجوار، ولكن أنتم ترفضون حسن الجوار. يعني أن الجوار الحسن ما يكون معكم إلا بانقراضكم، إلا بانقراض هاد السلاطين، إلا بانقراض هاد الخبيثون والخبيثات على أي. ولكن أنتم تعتزون بما تقومون به. اذهبوا إلى الجحيم. أنا كمغربي كنقولها من هذا المنظر، اذهبوا إلى الجحيم بدون عودة. قال لك ما قال لك بأن راه حنا لا نريد العودة، وبأن كانت وساطات من أجل تحسين العلاقات مع المغرب، ولكن لا نريدها. ومن قال لك بأن المغاربة يريدون لا يأتي منكم إلا الشر. شوف شنو دارت عاوتاني مع المخابرات الفرنسية. سرقوا منا ذاك الموروث ديال الحيدوس اللي كيدار في الأطلس، الفولكلور ديالنا الجميل اللي كتلقى فيه ذكور وإناث يرقصون معية جماعة على النغمات على الدقات ديال البندير. حيدوس خداوه هما فين بغاو يديروه، داروه قال لك في الصلاة باسم ذاك الخطيبة ديال كهنة ولا كاهنة ولا بهليل. خداو ذاك الفكرة ديال الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التأسيس لإسلام معتدل أو وسط، شبيه بداك الشيء اللي كيدار في الكنيسة. وسرقوا الرقصات ديال الحيدوس ديالنا ذكور وإناث. تصلين عام سيدي وحداك بنت ومن هنا بنت، ورقص مع حيدوس وشد من على الانستغرام والفيسبوك والنمرة ديال التليفون وتزاحموا تراحموا في الصلاة. ونعم الإسلام اللي بغات تصنعوا هذه الجزائر، القرآن ومكة من الجزائر وما إلى ذلك. ثم أن كانوا قالوا هذه الهضرة على لسان ديال الوزراء ديالهم المستوطنين في ذاك الاجتماع ديال المسلمين في الجزائر. قال لك حنا بغينا واحد الإسلام، غادي نديروا واحد نعم سيدي واحد لجنة اللي غادي يكونوا فيها المسلمين وندرسوا كيفاش أننا ننتجوا واحد الإسلام وسطي. هنا فين كاين التلاقي ما بين المخابرات الفرنسية من أجل تشويه الإسلام دين الإسلامي. هادو حوتان، هادو عالة، هادو مرض سرطان حتى في المجتمع الإسلامي، مع المخابرات الفرنسية بطبيعة الحال من أجل اكتساب مودات الولايات المتحدة الأمريكية، لأن سبقت الولايات المتحدة الأمريكية في السنين الماضية من أجل إنشاء هذا الإسلام المفبرك الكنيسي الحيدوسي. الشطحات العباسية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت واحد الحراسة أمنية مكثفة، ودارت واحد الخطيبة واش من الهند أو من باكستان، وحضروا فيها ذكور وإناث واستحسنوا نعم سيدي. الناس اللي صلاو تما والعيالات اللي صلاو تما بالفيزون والشعر عاري مع هذا واحد الفولا، قال لك هذا هو الإسلام اللي بغينا. هذوك الناس اللي صلاو تما من الجزائر ومن تونس ومن مصر ومن كذا وكذا، لا أدري عما إذا كان تما مغاربة ولا الله أعلم. ولكن هنا دابا الجزائر بحال إلا حيات ذاك المسألة من أجل اكتساب المودة ديال الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الإسلام الذي تريدونه، فنحن نتفق معكم. هنا فين كاين التلاقي مع المخابرات الفرنسية اللي سبق ليها ودارت واحد الحملة على الفقهاء ديال المسلمين باعتبار ديال المغاربة بالأساس، وبأنهم شادين المساجد في فرنسا، وبأنهم يمررون خطابات لصالح المغرب ويشتغلون اجندات ديال المغرب، وبأنهم ربما يشتغلون مع المخابرات المغربية. داك الشعار اللي كانت رافعاه بالأساس فرنسا. إذا المخابرات الفرنسية مع المخابرات الجزائرية، وبأن بغات تبدل أيضا حتى ذاك الفقهاء المغاربة بالفقهاء ديال الجزائر. احنا عارفين بأن المغرب رائد في هذه المسألة، رائد، عنده الزوايا، عنده المذاهب نعم سيدي الفقهية بكثرة، عنده علماء ديال الدين، عنده حفظات ديال القرآن، فلا مجال للمنافسة، ولا يمكن للجزائر أن تنافس المغرب في هذه المسألة دي. ولكن فرنسا مع المخابرات الجزائرية كاين هذه النية الخبيثة، النية المبيتة من أجل تشويه الإسلام في فرنسا وتضييق الخناق على الفقهاء والعلماء ديال المغرب اللي كيشتغلوا في فرنسا. إذا هذه قمة الخبث. فما الذي تنتظرونه؟ قلت دائما وكنعاود ونكررها من دولة مسلطنة في شمال
إفريقيا. ما الذي تنتظرونه من شعب مسرطن مغيب كيعيش في الثقوب السوداء؟ والله لراهم عدم، وأصبحتم بالفعل عدم، وأصبحتم أضحوك أمام الملأ. ما نطولش عليكم، رمضان مبارك، والله يجعل هذا رمضان إن شاء الله دوام النعم والخير على جميع المسلمين والمسلمات. أما الذين يتشبهون بالمسلمين والمسلمات فليذهبوا إلى الجحيم، وكل من يريد الأذى لا بالدين ولا بالهوية ديال المسلمين ولا ديال العرب الله يخليه بالخلق. هادشي اللي غادي نقوله. الله يعاونكم.